السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبداو ككل مرة نصلي ونسلم على نبي الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نجيب بصلة تكون متوسطة، فصين من الثوم، راح هذا الثوم نسكرفجو، وهاد البصلة راح نقطعها ونرجع لكم بإذن الله. حنوضع هنا جوج مغارف ولا 3 الزيت، نضيف الثوم والبصل مفروم كما راكم تلاحظوا، نضيف هنا كمية من الملح، راس معلقة من الفلفل الأسود، الفلفل الأحمر. أنا استعملت هنا الحار، وانتم تقدروا تستعملوا الحالو كما حبيتوا. بعد ما تقلى معايا البصل نجيب هنا كمية من اللحم المفروم، حوالي 250 غرام أو 300 غرام. بعد ما تقلات بهذا الشكل راح نطفي عليها النار. نجيب هنا 800 غرام من البطاطا، واللي ما عندهاش ميزان تجيب هنا 5 حبات بطاطا متوسطة الحجم، نقشروهم كما راكم تلاحظوا، وبعدها راح نقطعهم ونوضعهم يغلاو في الماء والملح. بعد ما طابت نبدا نميكسي فيها بهذا الأداة. نضيف بيضة عليها شويه فلفل كحل لا اسود، نزيد نضيف شويه ملح، ندمج البيضة مع البطاطس كما راكم تلاحظوا. نجيب هنا طحين او الدقيق الابيض، ونبدا نزيد الفرينه، ونبدا نزيد بالعقل وندمج حتى نتحصل على عجينه. بسم الله كما بيدي. كما كيما العجينه نبدا نضيف الفرينه، مازالت تحتاج. ضفت لها حوالي نصف كأس من الفرينه او الطحين الابيض، نبقى نجمع فيها بهذا الشكل. اذا بعد ما تحصلت على عجينه بهذا القوام نتوقف هنا. عجينه الى قسمين متساويين كما راكم تلاحظوا. انا هنا رشيت الفرينه فوق ورق الطبخ، لكن من الاحسن تدهنوها بالزيت وتطرحوا كما راكم تلاحظوا، وتساعدوا يديكم بالفرينه. نفردها بسمك نصف سنتيمتر كما راكم تشاهدوا. كما لقاها تلتصق نعاون روحي بالفرينه حتى نكمل نطرحها بلا نفردها بهذا بسمك نصف سنتيمتر. نجيب هنا مقله ونضيف كميه من الزيت، بعد ما سخن لي الزيت نجيب الخبيزه تاعي ونوضعها في المقله بها بورق الطهي ما ننزعوش. نجيب هذا الجبن خاص بالساندويتش،
زيد نعمل طبقة أخرى من الجبن. نجيب الطبقة الثانية من البطاطا اللي كنت فردتها فوق ورق المطبخ بعد ما دهنته بالزيت جيدا. ننزع الورق، إذا نضغط على الأطراف تلتصقوا. بانها طابت من تحت بهذا الشكل نطلع عليها بهذا الشكل، نوجدها طابت نقلبها بكل سهوله. نرفع فقط الورق الطهي بهذا الشكل ونقلبها. بعدها ننزع ورق الطهي بالعقل بالعقل. بعد ما طابت من الجهه الثانيه نقلبها فوق اللوحه كما راكم تشاهدوا. الان راح نقطعها معكم. بسم الله، شوفوا النتيجه مع بعض. بسم الله. اوه ما شاء الله. لاحظوا روعة روعة فوق الوصف. إذا راح نتقاسم معكم. بسم الله.